السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، مبارك عليكم الشهر، رمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة الفول المدمس. الطريقة دي انا معتمداها بقالي سنين ومش بغيرها ابدا، ولو غيرتها لازم ارجع لها جري. من اجمل الطرق اللي هتشوفوها، الفول فاتح كده من اول حباية لاخر حباية، هيعجبكم جدا جدا جدا. كمان الصوص التقيل ده انا هقول لكم السر فيه، انا ولا بحط له نشا ولا دقيق. الفول زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله قمر. هتجربوه هيعجبكم جدا، بس اهم حاجة ما تنسوش تدعولي. يلا بينا نشوف الوصفة. انا عندي نص كيلو فول بلدي، بغسله من بالليل كويس جدا جدا جدا، وبنقعه من بالليل للصبح. تمام. وبعدين بحط عليه نص كوباية من العدس الاصفر، وكمان نص كوباية من الفول المدشوش، وعصير نص ليمونة، ومعلقة كبيرة كركم. بس كده ده اللي انا بحتاجه، وفعلا هيطلع الفول عندك مميز جدا. الفول المدشوش بيتقل الصوص بتاع الفول بطريقة صحية وطريقة طبيعية، وطعم مميز وغني جدا. الفول بغطيه لحد الاخر وبكتر شوية عشان انا ما بحبش افتح عليه، علشان لو فتحتي عليه بيسمر، فبكتر المية من اولها. بحط عليه مية مغلية، لو المية قلت خالص واضطريتي تزودي مية لازم تحطي مية مغلية. كمان بكتمه بفوطة مطبخ نظيفة، وبقفل الغطا كويس جدا، وبيتحط على اقل واصغر نار عندك، وبتوطي شمعة وبتحطي الشياطة بتاعة الرز. بياخد من ساعة ونص لساعتين. تقدري تفرزنيه في علب او تقدري تفرزنيه في كيس. طبعا اختبار السوى لما بتدوسي بالشوكة عليه كده وبتلاقيه استوى. دي كانت وصفتي للنهاردة، اتمنى تكون عجبتكم وجربوها. ما تنسوش تدعولي. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.